بسم الله. السيشن دي في الاول هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن بيزك في السايبر سيكيورتي. يعني ايه سايبر سيكيورتي؟ ايه هي الفيلد اللي جوه السايبر سيكيورتي؟ بتتخصص ايه جوه السايبر سيكيورتي؟ تمام، وشويه اساسيات عشان ما تبقاش تايه وانت لما تدخل بعدين. تمام. ايه هو اصلا في الاول يعني ايه سايبر سيكيورتي؟ يعني ايه امن سيبراني؟ تمام. السايبر سيكيورتي ده هي شويه رولز او شويه اوبشنز بتتعمل عشان نحمي الانظمه بتاعتنا والشبكات او اي برامج عندنا، كل الداتا بقى، كل السيرفيسز اللي عندنا في الشركه او عندنا في اي حد عامه. مش شرط الشركات، مش شرط حاجه بروفيشنال قوي ان احنا نحميها. هو ده السايبر سيكيورتي. اي حد المفروض يبقى عارف سايبر سيكيورتي. يعني ايه سايبر سيكيورتي؟ هتلاقي عندك حاجات زي الانفورميشن سيكيورتي والسايبر سيكيورتي. الانفورميشن سيكيورتي دي حاجه، يعني ايه حاجه اصلا؟ حاجه عامه، يعني هي عامه كده في حاجه اسمها انفورميشن سيكيورتي. ازاي نحمي البيانات بتاعتنا، واي حد اللي هو الناس اللي قاعده على القهوه دي ازاي اصلا تتعمل، او فاهم السياسات والدوكيومنتس اللي بتتحط في الشركات عشان نقدر نحمي الشركه بتاعتنا. هنوظف مين يحمي السكيورتي بتاعتنا، او هنعمل ايه بالظبط، نحط فاير وولز او نعمل ايه. السايبر سكيورتي بنطبق بقى، بنطبق الدوكيومنتيشن والرولز دي. ببدا اعين مثلا حد بيتيشن تيستر عشان يبدا يتست عندي على الشركه او يتست عندي، يشوف مين اقدر احمي شركتي ازاي بان تيست. حاجه عكسيه كده. تمام. فهتلاقي تلاقي عليها امثله يعني. فاهم؟ في الاول كده خالص السايبر سيكيورتي بيتقسم لتو فيلدز كبار، اللي هو الاوفنسيف سيكيورتي والديفensive سيكيورتي. تمام. فتعالوا كده البينت. الميت متسجل اهو. فهنلاقي فين الاوفنسيف سيكيورتي؟ احنا الاوفنسيف سيكيورتي صح. البينت. ماشي. هتلاقي فوق سايبر سيكيورتي كده من البدايه هتلاقي فيه اوفنسيف سيكيورتي. تمام. والديفنسيف سيكيورتي. الاوفنسيف سيكيورتي هو الامن الهجومي. تمام، زي الهاكر. لو عارفين الهاكر في الحقيقه اصلا هم بيبقوا اوفنسيف سيكيورتي. بس هنتطرق في حاجات بقى زي الوايت هات والريد، اللي هو الوايت هات والبلاك هات والجراي هات. ماشي. في الاوفنسيف سيكيورتي هتلاقي الاوفنسيف سيكيورتي هم، هتلاقي الناس اللي هم الريد تيمر والبنتريشن تيستر. هتلاقي عندك ان هم الريد تيمر والبنتريشن تيستر. الريد تيمر، الريد تيمر دول بيحاكي الهجمات الحقيقيه اللي بتحصل الاون ريل. زي ايه؟ زي الهجمات اللي بتحصل مثلا على النتورك او على الويب ابلكيشن او ايا كان، بس كأن في هاكر فعلا حقيقي بيبدا يتست عندك او يبدا يشوف عندك ايه هي الفولنربيلتي، اللي هي فولنربيلتي يعني نقاط ضعف او ثغرات. تمام. بيبدا يشوف الحاجات دي عندك وبعد كده يبدا ايه يستغلها، يشوف اكتر استغلال ليها او اي حاجه هتدمر الانفراستراكشر بتاعتها ويبدا يطبقها. تمام. ده الريد تيمر. الريد تيمر بقى بيحاكي هجمات كتيره، زي الفيشنج، ان انا مثلا اتصل على موظف واحاول اسرق منه اي كريدنشال، او زي ما شفت الاتاك اللي هي بتتصل ما بين المكالمات كده، اللي هو يتصل عليك يقول لك ايه انا هنحدث البيانات وكده. فهو بيحاكي حاجه شبه كده، بيحاول يسرق منك داتا انت كموظف في قلب الشركه عشان يقدر يوصل او ياخد حاجه اسمها انيشال اكسس عندك في الشركه. انيشال اكسس اللي هو اتصال مبدئي. البنتريشن تيستر بيبقى اقل شويه من الريد تيمر. البنتريشن تيستر هو عباره عن اللي هو بيبقى موظف قاعد في الشركه بيعمل ايه؟ بيبقى انت بتدي له مثلا الويب ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن او الانفراستراكشر بتاعت النتورك عامه، وتقول له والله خش وتست، لان انا بديله اذن او بديله بيرميشن، بديله شويه بيانات خش مثلا معاك يوزر نيم وباسورد بتوع الويب ابلكيشن وبتوع مثلا ايه الانفراستراكشر او النتورك عندي، وخش وتست. تمام. ده الفرق ما بين الريد تيمر والبنتريشن تيستر. هتلاقي بقى في الديفنسيف هتلاقي عندك حاجه اسمها السوك اناليست. تمام. اللي هو ايه السوك اناليست؟ السوك اناليست ده واقف مثلا انت اي عشان ادخل مثلا ابلكيشن، تعالى مثلا ادخل هنا على فيس كود. ده هتلاقي ويب ابلكيشن بسيط جدا. فانا لو جيت عملت له رن مثلا، هبقى اعمل له رن قدام. انا دلوقتي لو جيت عملت الويب ابلكيشن ده رن، هيفتح لي حاجه اسمها اللوجز. ايه هي اللوجز دي؟ اللوجز دي اي حد هيدخل على ابلكيشن، هيدخل مثلا معين على صفحه وليكن صفحه الاوثنتيكيشن او صفحه الايه الانتجريشنز دي، هيقول لك ان في متصفح او في شخص كذا كذا ده الاي بي بتاعه دخل عندك. هل اللوجز دي طبيعيه؟ اه طبيعيه، خلاص فبسيبه. لا مش طبيعيه، لقيت مثلا ان في 100 اي بي بنفس او 100 طلب بنفس الاي بي دخلوا في نفس الوقت، هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. فده وظيفه السوك. السوك بيعمل ايه؟ يبدا بقى يحمي الشبكه ويشوف بقى هل اللوجز دي طبيعيه والحاجات دي طبيعيه وكل الكلام ده. تمام. ده بالنسبه للسوك. تمام. الديفنسيف بقى بيبقوا اكتر من حاجه. مثلا احنا قلنا سوك،
تمام. الصوت بقى ده بيترقى بقى لحاجات قدام، زي انه يبقى عنده سيم سوليوشنز وحاجات تانية، بيبقى انظمه سيم سوليوشن. السيم دي بيبقى شاشات كبيره كده، بنبدا نشوف ايه الاتاكس اللي بتحصل عندنا وكل الكلام ده. هل هو عمل مثلا بينج سكان طبيعي، انه مثلا عمل بينج على الويب سايت او حاجه او لا. تمام. هتلاقي مثلا حاجه زي المالور، اللي هو المالور بقى اناليسيز. هنشوف قدام المالور. يعني ايه مالور؟ هو المالور ده نوع من انواع الفيروسات. انا في فيروس اتحط عندي بدا يسرق بيانات، انا باخد المالور ده بعمل له اناليسيز، بحلله، بشوف المالور ده هل هو خطر او ايه هي الخطوره اللي بتشكل من المالور ده. تمام. وازاي اقدر اتعامل معاه، وازاي اقدر اشوف مين اللي بعت المالور ده، او المالور ده اتبعت منين. تمام. المالور اتبعت منين ده بقى، ده شغل ناس تانية، اللي هم الديجيتال فرونزكس. تمام. هتلاقي ناس اسمها ديجيتال فرونزكس، انا عاوز اكتبها بس يعني احفظي الاسم بس. اللي هم الديجيتال فرونزكس دول مثلا اي اتاك حصل، او حصل مثلا ياخدوا الجهاز، يفتح الجهاز مثلا اللي هو قدامك ده، سواء كان ايا كان الكيرنل بتاعته ويندوز او لينكس، يفتح الجهاز يشوف الاتاك حصل فين، دخل على اني فايلات، يعني دخل مثلا على فايلات الويندوز الاساسيه، او دخل على فايلات معينه، هل زرع مالور جوه. مالور ده برضو له انواع فيروسات، هل زرع مالور او اي حاجه، ويبدا يحلله بقى، ياخد المالور ده بقى، او ياخد البيانات اللي سابها، او عمل بالظبط زي التحليل الجنائي. بشوف هل ساب وراه اثر ان انا اقدر اتبعه او اتعقبه، فعشان اقدر اوصل للشخص ده. تمام. زي امثله كتيره حصلت. فزي كان في مالور تقريبا حصل من فتره، كان الشركه بتاعت باشمهندس ابراهيم حجازي، كانوا ناشرين تقرير حاجه شبه كده، وان هم قدروا يعرفوا المالور وكل الكلام ده، ويقدروا يعرفوا الناس اللي وراها بالاي بيهات وكل الكلام ده. فده فرق بسيط جدا ما بين الاوفنسيف سكيورتي والديفنسيف سكيورتي. السيشن دي بقى هنشرح ايه؟ هنشرح الاساسيات بتاعتنا في الاوفنسيف سكيورتي كبنتريشن تيستر او كاوفنسيف سكيورتي عامه يعني. انما الديفنسيف سكيورتي انا مش هقدر افيدك فيها خالص، لان انا مش سوك اناليست ولا مالوير اناليست او اي الكلام ده، لان انا مش حاجتي. تمام. فدي السيشن دي هتكون مهتمه قوي بالاوفنسيف سكيورتي والمعايير بتاعتها. تمام. هتلاقي عندك زي ما قلت لك ان الريد تيم، هتلاقي عندك بقى ان ريد تيم وبلو تيم وبيربل تيم. احنا قلنا الريد تيم اللي هم اللي بيحاك الهجمات الحقيقيه. تمام. اللي هو السيميوليت اتاكس. جوه بقى هتلاقي البنتريشن تيستر والريد تيم العادي. الريد تيم ده اللي هو بيحاكي الهجمات فعلا، هاكر معاك. تمام. والبلو تيم والبيربل تيم. هتلاقي بقى في اللي هي القبعات، الهات. هتلاقي عندك وايت هات وبلاك هات وجراي هات. البلاك هات ده شخص شغال في اورجانيزيشن عادي جدا، بس هو، او شخص مش شغال في الاورجنايزيشن، هو هاكر، يعني هو اوريدي هاكر. بيعمل ايه الهاكر ده؟ هيدخل مثلا على موقع زي ديسكورد، يقوم داخل والله على ديسكورد هنا، يشوف يدور على اي ثغره يتسبب اي اللي هو ثغره اللي هي فولنربيلتي. يبدا يشوف هل الثغره دي هتبدا مثلا اقدر اسرب منها بيانات، او اقدر منها اكوماند على السيرفر، يعني السيرفر ده اقدر انفذ كوماند عليه اسرق منه بيانات برضو. طيب لقيت حاجه شبه كده، ببدا اسرب كل البيانات زي ما حصل في النظام بتاع ابن الهيثم من فتره، من اسبوعين تقريبا او اسبوع. الشخص اللي سرب البيانات دي. تمام. الشخص ده ممكن يكون يعني ممكن يكون هاكر فعلا، بس هو اتقفش يعني. اتعرف من حته اللي هم زي ما قلت لك اللي هو الديجيتال فرونسكس. اللي هو الصور اللي هو مسربها كانت فيها الاي بيات بتاعته وكل الكلام ده، ما شالش الكلام ده، عشان كده اتعرف واتقبض عليه. فدي حاجه تعرفك ان انت قبل ما تبدا تبقى هاكر، فانت تبقى لازم تبقى عارف شويه من الفرونزكس يعني. ف فدي حته البلاك هات. البلاك هات اللي بيبقى هاكر فعلا. تمام. الوايت هات بقى الناحيه الثانيه، لا هو بنتريشن تيستر او ريد تيمر، شغال تبع شركه، في شركه ماضيه معاه عقود وكل الكلام ده، عشان بحيث ان هو ما يبيعش ضميره او ما يبيعش ذمته. فاهم؟ مع انه هو هيبقى نفسه عادي، هو نفسه ان هو يبقى عاوز يبقى ريد اللي هو البلاك هات. تمام. فالوايت هات بيبقى شغال في شركه عادي جدا، ولو لقى ثغره بيبلغ بيها الشركه، او بيبلغ بيها الشخص اللي هو مسؤول عن الثغره دي. تمام. فبيبلغ، وبتبدا تعمل لها ترقيع، تترقع على الثغره وخلاص كده. اللي بقى هتلاقي في النص بقى حاجه اسمها جراي هات. هو شخص هتلاقيه شغال في شركه عادي جدا، بس ممكن يغير ميوله. واحد مثلا تلاقيه مثلا على الدارك ويب شاف، قال والله يا جماعه اللي هيعرف يسرب بيانات من الموقع اللي اسمه ديسكورد، او الموقع ايا كان الموقع، هياخد مبلغ معين كذا. بس انت مش هتروح تبلغ ديسكورد، انت هتبلغني انا، اللي هو الشخص او الطرف الثالث. فده اللي هو الجري هات، انه ممكن يغير. فاهم؟ انه ممكن يغير من معاييره الشخصيه بناء على حاجه معنويه او حاجه ماديه. تمام. فهتلاقي هنا بيقول لك vulnerability assessment في penetration tester في security audit. فالvulnerability assessment ده واحد بيجيب الثغرات، لقى ثغره، بيقيس مقدار الثغره او مقدار خطوره الثغره، هل هي لو، هل هي ميديوم، هل هي هاي، هل هي كريتيكال. كريتيكال دي اللي هو خلاص مدمره، حاجه زي السيكوال انجكشن او الكوماند انجكشن، الحاجات دي نقدر نسرق منها بيانات، او نقدر ناخد منها بريفليج عاليه جدا في الابلكيشن، ان انا ابقى ادمن مثلا او ابقى روت. تمام.
حاجه مش هتفيدنا دلوقتي. بتيجي تستر بقى زي ما قلت لك ان هو بيشوف هل في ثغره فعلا مش عارف ايه، يبدا يبلغ بقى الشركه، يبدا يعمل بها ريبورت تقرير يقول لك والله يا جماعه انا لقيت ثغره وانتوا ايه، حاولوا تظبطوها بقى. تمام. تمام. هتلاقي حاجه زي الاسيست بيقول لك اللي هو الاصل او المورد. اي حاجه عندها قيمه لازم أنا احميها جوه المؤسسه بتاعتي. تمام. زي الداتا بتاعتي، زي الملفات الموظفين، زي كل الكلام ده مرفوع على كلاود او مرفوع على ويب ابلكيشن، فبالتالي بتبقى مهمه فلازم أنا احميها. تمام. الثريد بقى اللي هو التهديد. يعني ايه يعني ايه تهديد؟ تهديد ان انا عندي حاجه تقدر او اي حد يقدر ياتاك عليها ويقدر ياخد منها معلومات او يقدر يسرق منها حاجه. فدي في تهديد محتمل. تهديد ان انا لو سبت حاجه مفتوحه زي بورت او خدمه مفتوحه اي حد يقدر ياكسس عليها، ان هو والله ممكن يقدر يسرق منها بيانات. ففي ده تهديد. بس هل حد قدر يستغل حاجه شبه كده، قدر يعمل لها اكسبلويت، قدر يسرق داتا؟ لا. هو تهديد، ده خوف مستقبلي. فبالتالي ببدا احضر ليها بحيث ان ايه محدش يقدر يعمل حاجه شبه كده. في بقى اللي هو الثريت اكتور، دي الجهه المهدده. مين الجهه المهدده؟ اللي هم الهاكرز، او مثلا ممكن يكون شخص او مجموعه او دوله بحد ذاتها، زي الحروب اللي كانت بتحصل، حروب السيبرانيه ما بين ايران واسرائيل وامريكا. فدي كلها، كل دول بالنسبه للشخص التاني هم الثريت اكتور، هم الجهه المهدده. هم عندهم تكنيكس تقيله جدا مش معروفه مع حد، فبالتالي هم يقدروا يهددونا عادي جدا. تمام. لان الحروب السيبرانيه ممكن تكون من، يعني بص، من اقوى الحروب في العالم هي الحروب السيبرانيه. لان انت ما تقدرش، لانها اصلا بتدمر. هتلاقي عندك مثلا حاجه اسمها الاي سي اس والسكيدا، الانظمه الصناعيه. هتلاقي في اصلا مجالات بتحمي الانظمه الصناعيه، السايبر سيكيورتي في السكيدا. تمام. انظمه الري وانظمه الكهرباء والمفاعلات النوويه، كل ده اصلا لو حد قدر يسيطر عليها فبالتالي هو معاه البلد كلها. فاهم؟ فدي حته مهمه برضو. الريسك بقى اللي هو المخاطره. تمام. بيحسبوا الريسك بحاجه اللي هو ليك الهود في امباكت. الامباكت اللي هو التاثير بعد ما البيانات اتسرقت دي، ايه الامباكت اللي حصل؟ تمام. او ايه الريسك بقى اللي هو المخاطره بقى، اللي هو هل انا خاطر بحاجه شبه كده. تمام. اللي هو لو بحيث لو وقع حاجه، لو وقع احتماليه وقوع تهديد معين، ايه الامباكت اللي هيحصل من الريسك ده. تمام. الامباكت ده عالي جدا. تمام. قدر يسرق بيانات، او اللي هو امباكت عادي. فمثلا قدر يحقن لي مثلا كود في الموقع بتاعي، اللي هو مش امباكت عادي يعني، مش امباكت عالي يعني، هو امباكت عادي جدا يعني. الحاجه بقى اللي هتعيش معاك لفتره هي الفولنربيلتي، اللي هي الثغره الامنيه او نقطه الضعف. الفولنربيلتي دي بتبقى نقطه ضعف في الابلكيشن عندك. وليكن مثلا هتلاقي مثلا احنا عندنا مثلا في الابلكيشن عندنا في ديسكورد، ان انا مثلا عندي، هل, هل في حاجه ده شات ده. تمام. هتلاقي مثلا عندك في الويب ابلكيشن اتاكس. زي ايه الاتاكس دي؟ زي حاجه اسمها سيكوال انجكشن. زي ما قلت لك سيكوال انجكشن، انا ممكن احقن سيكوال ستيتمنت، يعني ستيتمنت كامل في قلب الابلكيشن ده. تمام. ان انا مثلا ممكن اقول له ان انا كيوزر اسمي احمد، بس انا مش عاوز ادخل على احمد، او عاوز الابلكيشن ده يرجع لي كل الداتا اللي في الديسكورد هنا. تمام. بس بشرط، هل الديسكورد ده اصلا بيوصل للداتابيز ولا لا؟ لو بيوصل للداتابيز خلاص، الحته دي او الانبوت ده. احنا بس كنا واقفين فين؟ كنا في ماشي، في الفولنربيلتي. فهل اقدر احقن كود سيكوال ستيتمنت، اللي هو مثلا هقول له مثلا اللي هو سيلكت، مثلا سيلكت اول، تمام، فروم داتابيز مثلا. او هقول له مثلا اول، مثلا اقول له اللي هو مثلا اي حد اسمه ادمن مثلا. تمام. اي حد اسمه ادمن، لو انا قدرت احقن الستيتمنت ده جوه، هو طبعا ده مش الستيتمنت الحقيقي بس انا بقول لك مثال، لو قدرت احقن الستيتمنت ده وحطيته جوه ورجع لي اي حد اسمه ادمن، دي اسمها فولنربيلتي، دي نقطه ضعف. بيبدا بقى توصل لحته الستيتمنت ان انا ابدا اقيمها الثغره دي، هل هي كريتيكال؟ كريتيكال. انت قدرت تطلع بيانات من الداتا بيز عادي جدا، فدي كريتيكال. ممكن اطلع كل البيانات اللي عندي. تمام. ايا كانت بقى البيانات في الداتا بيز، سواء كانت صور، داتا، زي ما حصل برضو مع نظام ابن هيثم. فبالتالي دي كريت، دي هاي، بتاخد من اول 9 يعني، فاهم، من 9 لحد 10 في التقييم بتاعها، اللي احنا بنقيم لحد 10. الاكسبلويت بقى اللي هو الاستغلال. لقيت ثغره ابدا استغلها. تمام. لان الثغره ان انا اقدر احقن السيكوال ستيتمنت هنا، صح؟ تمام. بعد ما قدرت احقنها، هل اقدر مثلا اسرق بيانات موجوده في الداتابيس دي، ولا اقدر اسرق بيانات في داتابيس ثانيه مربوطه بيها، او اقدر مثلا اكسس منها على السيرفر. تمام. فده الاكسبلويت ان انا استغل الثغره دي. اقدر فعلا خلاص الثغره دي ضاره، طب اقدر استغلها ازاي؟ ده اسمه الاستغلال الحقيقي، اللي هو الاكسبلويت. تمام. اتاك سيرفيس بقى اللي هو سطح الهجوم. المكان اللي انا اقدر اهاجم منه. طب هل هنا في انبوت تاني غير ده؟ لا مفيش خلاص. فانا بالتالي بقلل حجم الاتاك سيرفيس اللي انا ممكن، او الاتاك سيرفر
اللي هو الاتاك سيرفيس، اللي هو السطح اللي يقدر الاتاكر يقدر يهاجمني منه. اللي هو بدل ما يبقى عندك اتنين وتلاته ابلكيشن مربوطين ببعض، لا انا اخليهم واحد ابلكيشن بس واربطه بسب دومينز مثلا، فبالتالي يبقى حاجه جوه حاجه. بدل ما يبقى عندي مثلا، هات واحده جديده، بدل مثلا يبقى عندي ابلكيشن وابلكيشن وابلكيشن، الاتاكر يقدر يهاجمني من هنا او يهاجمني من هنا او يهاجمني من هنا، لا والله اقوم حاطط الابلكيشن ده هنا واقوم حاطط الابلكيشن ده هنا، يبقى معايا اتاك سيرفيس واحد بس، سيرفيس واحد بس، واقدر بالتالي اقدر امنه بسهوله. تمام، بحيث ان هو ما يقدرش يعني ما يبقاش عندي حتت كتيره جدا فما اقدرش امنها، فبالتالي يبقى في فولنربيلتيز كتير. تمام. اللي هو الاكسبوجر، حاجات يعني عامه هتلاقي من اسمها يعني. بيقول لك حاله يكون فيها نظام او معلومه بيانات مكشوفه بشكل غير مقصود او غير مبرر. تمام، زي ايه؟ زي سيرفيس، ان انا مثلا عندي قواعد البيانات مفتوحه لاي حد يقدر ياكسس عليها. تمام، يعني ايه؟ يعني لو اي حد دخل عندي عاوز يستعلم على اسم حد معين، يقوم حاطط اسمه، يقوم حاطط اسمه، يقوم بعد ما يحط اسمه كده يقول له ايه؟ اول ما يحط اسمه يقوم اديله بياناته بقى، اسمه ساكن فين وعنوانه ورقم القومي وكل ده. تمام، ده سوء استغلال بقى، ده سوء استغلال للبيانات اللي عندي. تمام. الانسيدنت والبريتش والكومبرايز. تمام. السكيورتي انسيدنت دي اي حادثه بتحصل زيها زي الفولنربيلتي. البريتش اللي هو صرخ المصرح بيه للبيانات، زي ما قلت لك كده، ان انا مثلا بدل ما يبقى عندي فانكشن انها ترجع لي اسمك بس، لا هترجع لي اسمك وبياناتك وكل حاجه عنك، فده بريتش، يعني ده بريتش وصول غير مصرح بيه. تمام. هتلاقي الايه الكومبرايز حاله يكون فيها نظام والحساب قد خضع لسيطره المهاجم. فهتلاقي في حاجات كتير مش عاوز اطول عليك، بس في الايه في حته الاساسيات دي. سكيورتي كنترول والميديكيشن والريميديشنز مش مهم قوي بالنسبه لك. تمام، احنا كده خلصنا اول بارت. تمام، فلو حد عنده سؤال بقى يسال في اي حاجه فاتت يسال يعني. محدش عنده سؤال يعني؟ خلاص تمام. بس فكروا في الاخر برضو، لان أنا كان عندي اللي هو الرود ماب. أه هبقى اقول لكم على الرود ماب في الاخر يعني. ماشي. السي اي اي تريد، في حاجه مهمه قوي في السايبر سيكيورتي، او انت كمبتدئ اول ما تبدا يعني في السايبر سيكيورتي، هي السي اي اي تريد. هو بيسموه الثالوث او المثلث الامني. تمام. السي معناها confidentiality اللي هي السريه، الاي اللي هي integrity النزاهه. تمام. الافيلابيلتي اللي هي التوافر. تمام، معناه ايه؟ تمام. انت وانت شغال في شركه لقيت ثغره، بس الثغره دي ممكن اقدر اسرب منها بيانات، فبالتالي اقدر ابيعها مثلا في اي حته في دارك ويب او ايا كان، فبالتالي ممكن اخد منها مبلغ اكتر او حاجه ماديه اكبر يعني. فالكونفidentiality بتمنعك، تقول لك لا والله انت عندك اصلا وانت بتبدي على العقد انت مضيت على البنود دي. حته الكونفidentiality ان انت البيانات اللي عندك دي ما ينفعش تتسرب، ما ينفعش تروح لحد معين. تمام. كذلك بقى نفس الحاجه دي هتطبق على الايه الانتجريتي والافيلابيلتي، النزاهه، ان انت ما تغشش نفسك في، او ما تغشش حاجه في الابلكيشن، ما تعدلش بيانات عشان تخدم مصلحه حد معين زي ما بيحصل يعني. تمام. وكذلك حته الايه الافيلابيلتي. تمام. ضمان وصول المصرح له من الموارد وقت الحاجه. تمام، ان انا مثلا وقت ما هحتاج البيانات بتاعتي دي انت توفرها لي، ما تمنعهاش عندي، ما تغيرهاش، ما تعملش حاجه معينه. فدي ببساطه جدا فكره السي اي اي تريد. تمام، هل هي مهمه؟ يعني على الورق يعني على الورق مهم، قدام ان شاء الله مش هتبقى مهمه بالنسبه لك قوي. تمام. في حاجه اللي هو الفريم، اللي هو الثيرد اي فريم. تمام، حته الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكونت. تمام. دي من الحاجات المهمه اللي هتلازمك برضو كتير، حته الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. تمام. يعني ايه اوثنتيكيشن؟ انت داخل مثلا الكليه، دخلت الكليه هتلاقي في ايه؟ بوابه الكليه، بديهي جدا يعني. مين اللي في بوابه الكليه؟ هتلاقي الامن. تمام. بتاع الامن ده هيعمل ايه؟ هيقول لك لا والله انت هنا موجود معانا في الكليه. طب وريني الكارنيه بتاعك. الكارنيه بتاعك ده بيمثل حاجه اسمها سيشن، جلسه، ان هو انت طول ما انت معاك الكارنيه ده، والكارنيه ده صالح مثلا لحد 2027. تمام، فانت مصرح لك ان انت تدخل الكليه لحد 2027. تمام، دي بالنسبه للايه للسيشن. وانت داخل بقى يسالك على الكارنيه، يقول لك هل انت معانا؟ وانت داخل بيسالك ايه؟ انت معانا ولا لا؟ تقول له يبقى انت كده ده اسمه اوثنتيكيشن. اوثنتيكيشن يسالك انت مين، الاوثنتيكيشن بس بيسالك انت مين. فاهم؟ دخلت الكليه، عندك ليكتشرات ولابات وسكاشن وايا كان،
انت بقى عندك هتلاقي اولى او تانية او تالتة او رابعه على حسب انت فاهم. بس انت هل انت في اولى تنفع تاكسس على الداتا بتاعت التانية؟ لا. او انت في تانية تنفع تاكسس على تالتة او رابعه؟ لا، ما ينفعش. فدي حته الاوثرايزيشن. انت لما دخلت الكليه داخل تعمل ايه؟ يعني انت في الاول دخلت وعرفت ان انت اسمك احمد، خلاص بعد ما دخلت انت داخل تعمل ايه يا احمد؟ انا داخل اكسس على مواد تانية او مواد اولى، فخلاص يا احمد دي الاوثرايزيشن بتاعتك يا احمد، انت ما ينفعش تتخطاها. الثغره فين؟ الثغره ان انت تقدر تتخطاها وتاكسس على مواد بتاعت تانية او تالتة او رابعه، ايا كان ايا كان. فدي دي الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن بكل بساطه. والاكونتنج بقى، الاكونتنج ان انا اضمن ان انا اقدر اكسس على الداتا دي، اللي هي الداتا بتاعتي اللي هي بتاعت سنه اولى مثلا، افضل اكسس عليها طول ما انا في السنه، اسمها اكونت. فاهم؟ اللي هو مش كل مره وانت داخل الليكشر مثلا هتلاقي الدكتور او العميد يسالك انت موجود في اولى، محدش بيسالك صح لان انت داخل بكارنيه، دخلت اول مره. فدي حاجه زي الفيسبوك مثلا، لا انت دخلت اول فيسبوك اول مره، دخلت سجلت دخول بيوزر نيم وباسورد، هل بعد كده لما تيجي تعمل كومنت او تعمل اي حاجه هيسالك يقول لك انت احمد؟ مش هيسالك، هيبدا بالسيشن اللي عندك اللي هي الكارنيه ويقول لك خلاص انت احمد، فخلاص اتاكدت فخلاص مش محتاج منك حاجه تانية. دي الفرق بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكونتنج. تمام. البيلدينج بلس بريفليجز، الديفنس، زيرو تراست. تمام. دي حاجات يعني بديهيه جدا، لكن انت ما ينفعش تثق في اي حاجه، اي داتا جالك من بره او اي حاجه بالنسبه للفيشنج واللي بيحصل يعني، فانت المفروض ما تثقش في اي حاجه. دي حاجات نظريه قوي يعني، فانا كده كده الفايل هسيبه لك. ف... فانت يعني حبيت تبص فيه ماشي، ما حبيتش خلاص. تمام. تمام. واحنا بنأتاك بقى، انت خلاص انت بقيت بنتريشن تيستر او بقيت اوفنسيف سكيورتي عامه يعني، كاوفرول اوفنسيف سكيورتي كاريت تيم مثلا. بيبقى عندك اكتر من حاجه قبل ما تبدا تاتاك او قبل ما تبدا تفهم اللي بيحصل اصلا على الحته اللي انت هتاتاك عليها. تمام. هتلاقي في الاول حاجه اسمها الاسيست ايدنتيفيكيشن. تمام. انا مثلا عندي وليكن مثلا ان هو ديسكورد، انا كان عندي هنا ابلكيشن ماشي، تعالى الابلكيشن ده، الابلكيشن ده انا كنت بتست عليه. انا قبل ما ادخل الابلكيشن المفروض بعمل ايه؟ بعمل بشوف كده ايه، ببدا اتطلع اشوف الابلكيشن ده عباره عن ايه. لقيت الابلكيشن ده والله عباره عن هنا في سيرش بار، لقيت فيه هنا اللي هو الهوم، خليها بس انجليزي. ماشي، لقيت فيه هنا هوم مثلا، لقيت الابلكيشن ده اصلا بيعمل ايه؟ الابلكيشن ده لقيت والله بيبيع كتب. تمام، لقيت دي الكتب اللي بيبيعها، ده الابلكيشن، ده محتوى الابلكيشن. هل في فانكشناليتيز تانية؟ ولكن هنا في حاجه اسمها تاتش ستيرتن دي بتعمل ايه؟ فدخلت هنا لقيت دخلني على صفحه تانية بتعمل حاجه معينه. تمام. بدات اشوف الابلكيشن، بدات لقيت فيه هنا سيتنج، هل اقدر اعدل على بياناتي؟ هل اقدر مثلا اغير من بياناتي لبيانات يوزر تاني او بيانات حد تاني؟ تمام. فببدا اشوف بقى لحد ما خلاص بقيت عرفت كل الابلكيشن بيعمل ايه، خلاص ببدا بقى الحته للنقطه الثانيه اللي هي الريكونسنس، جمع المعلومات. ابدا بقى ادخل الابلكيشن ده مبني بايه، مبني مثلا بجافا سكريبت في الباك اند، مبني ببايثون، مبني بي اتش بي. ببدا اشوف الحاجه دي، هل هو مبني مثلا، هل ببدا ما اعمل عليه ان ماب ديسكفر، اشوف هل عنده بورتات مفتوحه او لا. طب طلع عنده بورتات مفتوحه، ببدا اتاك على البورتات المفتوحه دي. ما طلعش، لا خلاص. فدي حته الريكونسنس. تمام. او الاستطلاع بشكل عام يعني، فتلاقي ليها اكتر من اسم زي الانفورميشن جاذرنج. تمام، هتلاقي ريكونسنس والانفورميشن جاذرنج. تمام. والانيوميريشن بقى زي ما قلت، هو الانيوميريشن برضو يعني هي في نقطه واحده، المفروض الريكونسنس والانيوميريشن في حته واحده. الانيوميريشن بقى ببدا اشوف هل هو مثلا عنده، شوف ده اسمه كويري، الكويري ده اقدر اغيره هيديني داتا تانية، او مثلا شيل الكويري ده خالص. تمام. وابدا احط هنا مثلا كويري اي اسم صفحه تانية مثلا اللي هو صفحه الادمن مثلا، هل ممكن يرجع لي في الكويري دي صفحه اسمها ادمن؟ تمام. فببدا بقى الانيوميريشن. هتلاقي عندي نوعين من الانيوميريشن. هتلاقي فيه اللي هو الاكتيف انيوميريشن والباسيف انيوميريشن. تمام. ودي هنقولها قدام واحنا في السيشن بتاعت الريكون نفسها عشان ما نطولش. الانيشال اكسس انا وصول، اسمه وصول مبدئي. انت عندك مثلا كمبيوتر، انا قدرت اخد اكسس على الكمبيوتر ده، ودي هنشوفها برضو في السيشن بتاعت الانيشال اكسس. بس لازم تبقى عارف في حاجه اسمها انيشال اكسس، وصول مبدئي. تمام. اللي هو انا قدرت اوصل على الجهاز بتاعك. تمام. وانت عندك ايه جوه الابلكيشن، انت عندك جوه الايه الجهاز بتاعك ده، فانا قدرت اسيطر على الجهاز بتاعك كاني انا جوه عندك. تمام. بايا كان بقى اللي ايه بعت لك مالوير او عملت اتاك او ايا كان اللي هيحصل، وهتشوف قدام يعني. البريفيج اسكاليشن، لو دخلت مثلا في منظمه كبيره زي اي منظمه، دخلت عملت انيشال اكسس على موظف غلبان كده في الاول كده. تمام. موظف ملوش اي بريفليج، موظف عادي جدا ملوش اي بريفليج، بعمل حاجه اسمها بريفليج اسكاليشن، تصعيد صلاحيات. اللي هو مثلا ديت اللي هم اليوزرز العاديين
ما يقدروش يعملوا اي حاجه غير ان هم بس ايه يبعتوا شغلهم او يستلموا الشغل. هتلاقي بدا بعد كده اللي هم الادمنستريتورز مثلا، اللي هم الادمنستريتورز فاهم، فتلاقي حاجه بعد كده اعلى لهم صلاحيات اعلى. فانا باستخدام تكنيكس معينه او ادوات معينه قدرت اعمل بريفيسكاليشن، او باستخدام فولنربيلتي موجوده في الويندوز او في لينكس. هل في اصلا فولنربيلتي موجوده في الويندوز او لينكس؟ اه في كتير كمان. تمام، هتلاقي منهم في الكيرنل، وهتلاقي منهم في السيرفيس وحاجات تانية كتير. تمام. بعد كده ممكن اقدر اعمل فيريفيكيشن لحاجه تانية، اللي هم الروت. منهم الروت اللي هم اللي ماسكين النظام كامل بقى. تمام، ده اللي معاهم كل حاجه، المفاتيح والباسوردات، ويقدروا يغيروا كل حاجه. فدي ببساطه الفيريفيكيشن، ان أنا اقدر اخرج من صلاحيات عاديه لصلاحيات ادمنستريتور، او صلاحيات روت، او صلاحيات اي حد تاني اعلى منهم يعني. البريزيستنس الاستمراريه. بعد ما دخلت، هل لو اي حد مثلا دخلت عند الادمن هنا، لو الادمن ده عمل شت داون للجهاز، هل انا كده خلاص باي باي بروح؟ لا، بفضل موجود على الجهاز لحد ما الجهاز يعمل ايه، تيرن اون تاني، يشتغل تاني. فبالتالي دي حته البريزيستنت، انه اكيد الهاكر يعني مش لما تقفل جهازك انت دلوقتي خارج قفلت جهازك، هل الهاكر خلاص كده بيروح ولا خلاص هبقى ايه، هبقى اجرب عليك اتاك تاني في وقت تاني؟ لا طبعا. فاللي بيحصل انه بيفضل موجود عندك، يزرع لك مالور صغير، يزرع لك حاجه عندك، فبالتالي كل ما تشغل جهازك تلاقي ايه، الاتاك اشتغل تاني. اللاترال موفمنت هو برضه نفس فكره البريسيستنس، بس هو اللاترال موفمنت ده حاجه تحرك جانبي في حته، في بيئه كامله اسمها اكتيف دايركتوري. ايه هي الاكتيف دايركتوري دي؟ مثلا في الشركات الكبيره بيبقى عندهم انظمه ويندوز. تمام، انظمه ويندوز بيبقى فيه اللي هو الايه، ويندوز سيرفر. تمام، بيبقى فيه حاجه اسمها اكتيف دايركتوري. الاكتيف دايركتوري انه ينظم كل دول كده بيبقوا موجودين في حاجه اسمها اكتيف دايركتوري. اكتيف دايركتوري دي منظمه، بيبقى لهم مثلا دومين، زي مثلا زي اسم الشركه دي اللي كانت بيرلجو دوت كوم. تمام، ليهم دومين دوت كوم مثلا. تمام، وفي حد هنا ادمن من فوق كده بيسيطر عليهم، اللي هو مسؤول، اللي هو الايه، الادمن اللي هو الدومين ادمن، اللي هو الادمن او الادمن كنترول بيسيطر عليه. فاقدر اتحرك بقى من من هنا لهنا، لانهم كده كده اصلا بيبقوا متوصلين على جهاز واحد اللي هو الادمن دومين ده. تمام، فاقدر اتحرك بقى في البيانات بتاعتهم، اشوف احمد عنده بيانات ايه، او محمد حاطط بيانات ايه. فدي فكره اللاتر موفمنت باختصار يعني. الديفنسيف ايفيشن اللي هو التهرب من الدفاعات، لان في اصلا بديهي جدا بيبقى عندهم اصلا حاجه اسمها اي دي ار، او الفاير وول، او الانتي فيروس. تمام، الانتي فيروس او الاي دي ار. تمام، الاي دي ار ده مهمته انه يكتشف اي حاجه غلط بتحصل في الشبكه. فبتعلم شويه تكنيكس ازاي اقدر اتهرب من الحاجات دي، او اعمل الايفيشن الاي دي ار للايفيشن. تمام. الاكس فلتريشن بقى اخر حاجه خالص بقى، اللي هو بقدر اسحب البيانات بقى واكشف ايه كل الداتابيز اللي عندهم، والال داب. تمام، وكل الكلام ده. تمام. فهنا برضو ايه، قال لك شويه انواع المهاجمين اللي هم السكريبت كيدز. مين هم السكريبت كيدز؟ ان مثلا اي حد بدا المجال في الاول هو بيبقى سكريبت كيدز. كنا بندخل في الاول مثلا ندخل على كالي لينكس، فكنا ندخل على كالي لينكس، نيجي هنا في كالي لينكس، كالي لينكس تولز مثلا، نقوم داخلين كده. فاهم؟ فكان في الاول ما كانش عندي لاب، كان عندي موبايل. فالموبايل ده كان عليه حاجه اسمها تيرمينال، لان اصلا كده كده الموبايل الاندرويد بيبقى مبني على لينكس كيرنل، اي الموبايل اللي في ايدك ده. فبالتالي اقدر افتح تيرمينال، يعني لو جيت هنا فتحت سي ام دي هيفتح لي تيرمينال عادي. فاهم؟ فطبعا الويندوز الموبايل قصدي من حقه انه الاندرويد ده من حقه انه يفتح تيرمينال. فلينكس او لينكس كان اسمه ايه، كان تيرمكس، انا اسف. تيرمكس كانت بتفتح لك التيرمينال دي. كنت هو مثلا كان في تول مثلا، كنا عشان مثلا نعمل حاجه مثلا، فكنت ادخل هنا يعني مثلا تول زي ريكون ان جي دي هتلاقيها متثبته اصلا. فتاخد كده يعني، انت اصلا ما كنتش تفهم هي بتعمل ايه، تاخد مثلا كده الموديول ده او كنت تفتحه، وكنت وتشغل على طول كوبي بيست. ده السكريبت كيدز، ياخد كل حاجه كوبي بيست ويشغلها. هي عارف بتعمل ايه ولا عارف ولا اي حاجه، هو بس بيجرب بس. السايبر كريمنالز اللي هم الهاكرز اللي بيبداوا ايه يسرقوا ديتا عشان يتربحوا منها ماديا. تمام. الانسايدر ثريتس، تمام، هو اللي هم موجودين في الشركه مهمتهم ان هم يدافعوا عن الابلكيشن ككل يعني. مش عارف ايه النوشن ستيت اكتورز، اللي هم ايه الجاسوسين بقى، اللي هم بيبقوا في الوكالات الحكوميه والجاسوسيه، وكل بيتصنطوا بقى على الكل وهكذا يعني. الهاكتيفيتيز والاي بي تي، الادفانسد بيرسيستنت ثريتس. بيبقى في الريد تيمر حاجه اسمهم اي بي تي، مسؤولين ان هم ياخدوا انيشال اكسس. بيبقى عندهم اتاكس متقدمه جدا، ادفانسد جدا، مش موجود مع اي حد. هم اصلا بيبقوا ريد تيمرز. هو ريد تيمرز كده، هو بيبقى عنده اصلا اتاكس، او بيبقى عنده تكنيكس مش موجود عند اي حد. مش اي حد يبقى عنده الاتاكس دي، او مش اي حد يبقى عنده التولز اللي بيستخدمها دي. تمام، عشان يقدر ياخد عليها انيشال اكسس او اي الكلام ده. دول اسمهم الاي بي تي. تمام. هي في اتاكس قدام اصلا لما تبقى ريد تيمر ان شاء الله، اسمها اي بي تي اتاكس. ودي حاجه يعني ايه،
ادفانسد قوي. هتلاقي فيه اتاكس بقى، اللي هي الاتاكس المعروفه، حاجه زي الفيشنج، ان حد يتصل عليك يقول لك مثلا مثلا احنا بنحدث بياناتك فعاوزين مش عارف بطاقتك ومش عارف انت تديهم البيانات، فدي اسمها فيشنج. تمام. وهتلاقي في حاجه فيشنج، هتلاقي في بقى اللي هو الفيشنج بقى. تمام. دي حاجات اللي هي برضه شبهها، تمام، وهنشوفها برضه في الاوسد. تمام. اللي هو الباسورد اتاكس، ان انا مثلا يبقى عندي الباسورد، اليوزر نيم باسورد الاكونت ده مثلا، اول ما ادخل الاكونت هنا مثلا فيبقى في يوزر نيم وباسورد، نسيت الباسورد، بعمل له حاجه اسمها بروت فورس. بروت فورس بقعد اخمن كل الباسوردات اللي موجوده عندي، بخمنها كلها. تمام. لحد مثلا بطلع بالباسورد الاخير مثلا اللي هو وليكن اسمه هات الشات كده، الباسورد مثلا حاجه اسمها احمد، بس ده الباسورد. بقدر اخمن بقى هل احمد دي، انا عارف ان احمد دي مكون مثلا من 5 حروف صح كده، فهو اصلا بيبقى عندي عدد معين اقدر اخمن عليه، اللي هو بيبقى عدد ال الاماكن اللي هم بيبقوا 5 باور عدد الاحتمالات. هم مثلا بيبقى كل الحروف العربي والانجليزي، الحروف قصدي الانجليزي اللي هو اللي هتلاقي مثلا الكابيتال والسمول والارقام والكاركترز، فبالتالي هيبقى 5 باور كل الكلام ده، فرقم كبير جدا بالنسبه ل5 حروف او خانه من 5 خانات بس. تمام. ده البروت فورس يعني، او عامه او الباسورد اتاكس. بس بيحاول نخمنها بطريقه اذكى شويه، ودي برضه هنشوفها في سيشنز تانية قدام. تمام. والسوشيال انجينيرنج بقى اللي هو انت كشخص بتحاول تتلاعب على الشخص اللي قدامك عشان تطلع منه اي بيانات بقى، فاهم، تقعد تحكي معاه وتحاور معاه مش عارف ايه، وهكذا لحد ما تقدر تطلع منه بيانات تقدر تفيدك، زي ان انت تاخد منه يوزر نيم او يوزر نيم حقيقي او باسورد حقيقي موجود عندك، من غير ما تعرفه ان انا لا انا عاوز اليوزر نيم وباسورد. تمام. دي السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه. تمام. كنت عامل عنها بلاي ليست عندي على اليوتيوب، كان لو حبيت تخش تشوفها يعني. المالور بقى، يعني نيجي حته بقى من الحتت المهمه، هي المالور. ايه المالور؟ المالور ده اي فيروس او اي اسمها البرمجيات الخبيثه، هتلاقي بتتقسم لحاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. دي واحده من الحاجات دي حاجات اللي هقول لك عليها يعني. هتلاقي المالور ده مصطلح بيشير على ابلكيشن خبيث بيتبعت لك. الابلكيشن ده ممكن يبقى حاجه من الحاجات دي، انه ممكن يبقى رانسوم وير. يعني ايه رانسوم وير؟ اول حاجه دي، الرانسوم وير ده هو فيروس يدخل على جهازك، دخل على جهازك، يخش على كل الفايلات، دخل على جهازك، يدخل على الفايل هنا بتاع السي مثلا، يدخل هنا يشفر لك كل ده. تيجي تفتح حاجه يقول لك والله انت الابلكيشن زي وانا كراي، تمام، ده هو حاجه معروفه، ده رانسوم وير معروف يعني، فيدخل يشفر لك كل البيانات دي، ما تقدرش تفتحها. فيبدا بقى عشان تفتحها لازم تدفع فديه. تمام. وده من المفهوم من الرانسوم وير يعني. تمام. اللي هو الفديه زي وانا كراي صح كده، ورايك. تمام. السباي وير بقى، السباي وير ده بيبدا يتجسس عليك. تمام. زي حاجه اسمها كيلوجر. كيلوجر دي هو مالوير بيتحط عشان يسجل لك كل اي حاجه هتحطها او اي حاجه هتكتبها على الكيبورد كده، هيقول لك يسجلها. انا مثلا دخلت هنا على التكست، ماشي، دخلت هنا كتبت اي حاجه مثلا، زي مثلا بيطلب منك يوزر نيم وباسورد في اي حاجه يسجلها، يقول لك انت كتبت احمد، يظهر لك حاجه شبه كده. وهنشوفها، هبفعل لك الكيلوجر بعد كده واحنا بناتاك في الانيشال اكسس. والباسورد يقول لك الباسورد كده، يظهر لك عندك كده، يعني كده يقوم ظاهر لك كده ان ده اليوزر نيم والباسورد اللي هو دخله، بس من غير ما يظهر لك حاجه يعني. هو اي حاجه انت لو دوست اي حاجه هيسجلها عادي، اي حاجه هيسجلها. ده المفروض من الكيلوجر. تمام. اقفل ده. تمام. السباي وير والتروجن بقى. التروجن ده جاي من حاجه اسمها حصان طروادة. حصان طروادة ده كان شكله من بره حصان خشبي كبير جدا، شكله مسالم، بس هو من جواه كان فيه جنود. فده شكل ده اللي هو التروجن بقى. التروجن عباره عن ابلكيشن عادي، حاجه زي سبوتيفاي ده. انا حد بعت لك سبوتيفاي، صاحبك مثلا قال لك خش والله ده سبوتيفاي وايه وبريميوم وخش ومش هيبقى فيه اعلانات، فانت تدخل زي ما حدش هيكتشف حاجه، حتى اصلا جوجل جوجل ديفند او ويندوز ديفند مش هيعرفوا، مش هيقدر يكتشف ان في حاجه اصلا. فتفتح عادي، اول ما تفتح يثبت عندك حاجه اسمها باك دور. ودي باك دور دي حاجه من الحاجات برضو اللي تبع المالو. الباك دور ده يخلي الهاكر يدخل عندك في اي وقت يسرق بيانات او يتجسس عليك. تمام. في اي وقت، ده اسمه باك دور. تمام. التروجن ده ممكن يعني التروجن ده حاجه برضو من المالوير. يعني كل دي اصلا ابلكيشن خبيثه، بس الفكره في طرق عملها او هي بتعمل ايه. الورم بقى ده دي دوده بالظبط. الدوده دي بتعمل ايه؟ دخلت عندك، شافت كل حاجه عندك، ما لقيتش حاجه عندك حاجه مهمه، تتنقل عند صاحبك وعند صاحبك وعند صاحبك، تتنقل عند ده وعند ده وعند ده. ورم، دوده، تروح هنا 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 تسرق البيانات او تعمل اللي هي عاوزاه، او تحذف او تدمر كل الويندوز كامل عامه يعني. تمام. الورم ده بدا كان اول ورم تقريبا كان في 2001 او 2002. كان في ورم تقريبا كانت شغاله على ويندوز اكس بي تقريبا، او كان ويندوز اكس 86.
مش فاكر والله، بس هو كان في الفتره دي يعني. تمام. هتلاقي في وورم، وهتلاقي في رات. في حاجه تانية اسمها رات ده برضو هو ابلكيشن خبيث، ممكن انه يخش يحذف عندك بيانات. تمام. او يدمر عندك او يدمر عندك السيستم كامل، او الاوبريتنج سيستم كامل موجود في الويندوز. تمام. هتلاقي في البوت نت دي، في البوت نت دي بتبدا تعمل حاجه اسمها ديدوس اتاكس. الديدوس اتاكس عباره ان انا ببعت ريكوستات كتيره قوي على الابلكيشن لحد ما يقع. تمام. افضل ابعت ريكوستات كتيره، مثلا هات الابلكيشن ده مثلا ده ويب ابلكيشن مثلا، ابدا ابعت على ريكوستات كتيره 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 كده لحد ما ده يقع، ما يقدرش يخدم على الجهاز ده او على الجهاز ده وعلى الجهاز ده، خلاص كده. تمام. فده بيسبب خسائر كتيره جدا لو انت مش مقدر قيمه الخسائر دي يعني. السبلاي تشين اتاك، الحاجات دي ممكن اقولها قدام صراحه يعني، بس ما علينا. سريعا كده، السبلاي تشين اتاك هي سلسله هجوم. انيشال اكسس ريكون، انيشال اكسس بريفير اسكاليشن، كل ده والبريزيستنت، دي سلسله اتاكس معينه. الدنيا اوف صفر احنا قلناها، دي دوس قلناها. الويب ابلكيشن اتاكس، اي ويب ابلكيشن في الدنيا لازم يبقى محمي، لازم يبقى عليه حمايات. تمام. بان انا اقدر اعمل في اتاكس اسمه اكس اس، عباره عن لو تعرفوا يعني جافا سكريبت، لو حد منكم درس جافا سكريبت هتلاقي مثلا جافا سكريبت ممكن احقن كود جافا سكريبت جواه اسمه اليرت. مثلا اليرت ده بينزل لي اليرت من فوق كده فيها الجمله اللي انا هكتبها دي. اي جمله انا هكتبها مثلا، وليكن مثلا ايه اليرت، صح ماشي كتبتها غلط. اليرت، اليرت، واي كلمه بقى مثلا واحد اتنين تلاته. تمام. المفروض يطبع لي الكلمه دي لو انا عملت سيرش عليها كده. تمام. المفروض. تمام. بس هو ده مش شكل اتاك حقيقي فعلا، ان احنا ممكن مثلا نقوم عامل له حاجه شبه كده، اقوم حاطط له تاجز هنا. اصلا وانا بحط تاجز قال لي ما ينفعش ان انت تحط تاجز، فممكن احط له حاجه شبه كده برضو. حتى ممكن مثلا اقول له جافا سكريبت، جافا سكريبت. تمام. بيبقى فيها تاكس شبه كده، وابدا اقول له مثلا اي فريم، او ممكن احطه جوه كله اصلا جوه اي فريم، بس انا ما ينفعش احط حاجه شبه كده. تمام. سكريبت واليرت مثلا 1. تمام. لو عملت سيرش كده فخلاص هو بيقول لي ايه، مفيش الكلام اللي انت بتبحث عنه ده. تمام. وهكذا يعني في اتاكس كتير قوي في الويب. هتلاقي في سيكوال انجكشن، كوماند انجكشن، اس اس ار اف، سي اس ار اف، اتاكس كتيره جدا. ان شاء الله هقول لك في الرود ماب تبقى تعمل ايه ان شاء الله. تمام. الويندوز اركتشر، انت بقى وانت لازم تبقى، وانت داخل لازم تبقى عارف ايه مبدئيا جدا. خلاص ده في الرود ماب عشان دي اخر حاجه. ماشي، دي اخر حاجه معانا خلاص كده. مم. هسيب لك الكلام ده تبص عليه يعني، عشان مش مهم قوي يعني ان انا اقعد ايه اكلمك عليه. اخر حاجه بقى في السيشن دي الحمد لله هي الرود ماب. تمام. انا في رود ماب كنت مجمعها بسيطه جدا. تمام. كانت فين هنا؟ كورسز، هي دي. عندك كده في الرود ماب انت طبيعي قبل ما تبدا اصلا تبقى بيتريشن تيستر او تبقى سايبر سيكيورتي انجينير في الاوفنسيف سيكيورتي، لازم تبقى عندك اساسيات بروجرامنج. تمام. اقول لك اول حاجه هي البروجرامنج. بروجرامنج. تمام. يعني ايه بروجرامنج؟ اي لغه برمجه. يعني انت اول ما تبدا هتبدا باي لغه برمجه، اي لغه برمجه في الدنيا تحبها، سواء كان بايثون بقى، يعني بايثون، ولا انت لو في كليه مثلا هتاخد سي بلس بلس. تمام. الفكره ان انت تفهم الاساسيات البرمجيه باستخدام لغه برمجه معينه. ليه؟ هل دي هتبقى مفيده؟ هتبقى مفيده، هتبقى مفيده جدا، مفيده جدا، بحيث انها تخلي دماغك شغال على طول، عارف السيستم ده ممكن يكون مبني ازاي بطريقه من الطرق يعني. تمام. وكل الكلام ده. تمام. اي لغه برمجه لانها هتفيدك بعد كده، هتفيدك بعد كده والله صدقني، خصوصا السي بلس بلس ولغه برمجه اسمها اسمبلي. تمام. اي حد في حاسبات هيكون عارف انا بتكلم عن ايه. اسمبلي الماده المكرهه لكل الشباب. مم. تمام. فهتبقى مفيده جدا بالنسبه لك. بعد ما بتخلص بتبدا تشوف اساسيات النتورك. ان في شركه اسمها كومتيا عندها كورس اسمه نتورك بلس. عفوا. نتورك بلس هي بتديك الاساسيات المهمه ليك في النتورك. زي الفرق ما بين التي سي بي واليو دي بي، البروتوكولات اللي هي الشائعه زي الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس، الفرق ما بينهم، البروتوكول الاف تي بي، السامبا، فاهم كل البروتوكولات دي. تمام. ازاي النتورك اصلا بتشتغل، ازاي اصلا في ارب سبوفنج، ازاي في ارب اصلا، ازاي اقدر اكونكت من جهاز لجهاز. كل دي لازم تبقى فاهم، لازم. تمام. ودي هتوفر عليك حاجات كتيره جدا. تمام. بتبدا بقى في حاجه اللي هو الاساسيات السايبر سيكيورتي، زي حاجات زي السيشن اللي احنا بنعملها دي. تمام. في شركه اسمها سكيورتي في شركه اسمها كومتيا، هي نفس شركه كومتيا. تمام. كومتيا عندها حاجه اسمها سكيورتي بس، دي موجوده. بس يعني الناس ما بقتش محببه قوي سكيورتي بس لانها عامه قوي.
بتديك اساسيات هنا مثلا في الاوفنسيف سكيورتي شويه، وفي الديفنسيف سكيورتي شويه، وفي الكلاود تمام، انظمه الكلاود وكل الكلام ده تمام. فهتلاقي بتديك هنا شويه هنا شويه. فالناس بقت تتجه لحاجه اسمها اي جي بي تي تمام. اي جي بي تي من شركه اسمها اي بي ام تمام. اي جي بي تي، اي جي بي تي ده بقى بتديك كبنتشن تيستر صريح بقى، تبدا تديك شويه اتاكس بسيطه ازاي تثبت معاك لينكس تمام. سكيورتي بلس برضو بتثبت معاك لينكس تمام. بس انصحك يعني لو انت مبتدئ خالص يعني فابدا بسكيورتي بلس، شوف الدنيا عامله ايه تمام. حبيت لو لقيت شرح الاي جي بي تي موجود على اليوتيوب او موجود في اي حته، اتفرج على الاي جي بي تي. بس انا مش عارف لها ريسورس الصراحه. انا اللي انا عارفه اللي هو كان سكيورتي بلس، وانا كنت حاطه هنا تمام. بس ما تتوقعش منها انها هتنقلك نقله تانية يعني، هي حاجات بسيطه جدا. بعد ما بتخلص انت بتدخل على حاجه اسمها اي وابت واي وابت اكس، نفس الشركه برضه اسمهم اي، نفس الشركه اللي هي اي ان اي. ليه؟ لان لها شرح. اي وابت لها شرح، انا شارح اي وابت وشارح اي وابت اكس، يعني انا شارح الاثنين. اي وابت ده ويب ابلكيشن تيستنج اللي هو العادي، بيعرفك الاساسيات في الويب، الريكوست والريسبونس، بيعرفك شويه الاساسيات في الويب فعلا، ازاي تعمل ديسكفر على ويب، تعمل ريكونسس على ويب، الاتاكس البسيطه زي الاكس اس والسيكوال انجكشن وكل الكلام ده، يتعمق معاك شويه في الاتاكس تمام. ودي الاي وابت ومشروحه، وادي اللينك بتاعها اهو. مش محتاج اي حاجه تاني. الاي وابت اكس برضو، الاي وابت اكس بس دي ادفانسد بقى، ادفانسد يعني في اتاكس ادفانسد قوي تمام. ودي برضو هتفيدك قوي في الويب ابلكيشن تمام، لان بتديك شويه ادفانسد في الفولنربيلتيز عامه، وازاي تتعامل معاها تمام. في الحته دي بقى انت لحد دلوقتي انت ممكن بعد ما تاخد او اس بي بقى في او اس بي بعدها شباب، دي كلها شهادات. يعني ايه شهادات؟ يعني انت مثلا بتدخل الامتحان وتاخد الشهاده، انت مطالب منك ان انت تاخد الكونتنت بس. يعني ايه؟ يعني انت هتدخل على نتورك بلس، اخد الكونتنت بتاعي واذاكره واروح. السكيورتي بلس هذاكره واروح. الاي ويب تو ويب تاكس ذاكره واروح. والله معاك فلوس وعاوز تسرتف الشهاده، ادخل على ويب تاكس وسرتف، خش الشهاده وخدها تمام لو معاك فلوس. مش معاك فلوس ولا بص تشغل نفسك. تلاقي ناس كتير قوي معاها، والله ناس كتير قوي معاها الاي ويب تاكس ديت، والله يعني والله ما بيعرفوا يتستوا على الابلكيشن، واخدينها كده ايه، كانوا واخدينها كانت بتتغش اصلا، الامتحان ده كان متسرب بتاع الاي ويب تاكس ده فاهم. فما تشغلش بالك، يعني اللي واخد شهاده مثلا زي او اس بي مش احسن منك فاهم، بالعكس انت ممكن تكون احسن منه اصلا تمام. فالاو اس بي بقى دي نتورك بيتريشن تيستنج، بيعرفك بقى ازاي تعمل ديسكفر نتورك. هي فعلا دي يعني زي ما بيقولوا اللي هو الكتاب المقدس للبيتريشن تيستر، يعني حاشا لله يعني. ف بس دي حاجه مهمه تمام، دي حاجه مهمه ليك انت كبيتيشن تيستر. او اس بي، او اس بي هتلاقي لها شرح برضو على يوتيوب، او هتلاقي يعني هتلاقي جمع لها ماتيريال حلوه يعني تمام. لو احتجت الماتيريال بتاع او اس بي موجوده معايا فاهم. انت لحد دلوقتي انت اسمك بنتريشن تيستر، جونيور بنتريشن تيستر تمام. لو اشتغلت في شركه ربنا كرمك اشتغلت سنتين ثلاثه بقى اسمك سينيور بنتريشن تيستر. بتدخل بقى ان انت يا تكمل بنتريشن تيستر زي ما انت حابب، يا تدخل ريد تيمر. انت لو عاوز تدخل ريد تيمر تدخل على الشهادات اللي بعد كده، حاجه زي سي ار تي بي وسي ار تي او وسي ار تي. تعال ندخل في السي ار تي بي. السي ار تي بي والسي ار تي، شفت الاكتيف دايركتوري اللي قلت لك عليها في الاول؟ الاكتيف دايركتوري بيبدا يديك ازاي تبدا تاتاك على الاكتيف دايركتوري. او اس بي بتديك انتروداكشن بسيطه جدا على الاكتيف دايركتوري، وازاي تعمل لاترال موفمنت وحاجات بسيطه يعني. بس السي ار تي بي دي بتبدا تديك اتاك في الاكتيف دايركتوري بسيطه برضه، ازاي تعمل انشال اكسس، ازاي تعمل ريكونسنس، ازاي تعرف اسماء الموظفين اللي جوه، ازاي تعمل اوسنت وكل الكلام ده تمام. السي ار تي بقى دي اللي مستوى الادفانسد من السي ار تي بي، برضه الاكتيف دايركتوري والريد تيم اوبريتور تمام، ازاي تبقى ريد تيمر تمام. كل ده يخص الويندوز، لان الاكتيف دايركتوري زي ما قلت لك في الويندوز. هتلاقي بقى تخش على سي حاجه اسمها سي ار تي او، دي بتعلمك حاجات في زي الانيشال اكسس، حاجات تكنيكس في الانيشال اكسس، ازاي تبقى حاجه اسمها ريد تيم اوبريتور، ازاي تنظم حته الاوبريشن في الريد تيمينج، ازاي تبقى ريد تيمر بجد تمام. هتلاقي في حاجه بعد كده اسمها او اس اي بي، دي تقريبا او اس بي دي كانت بتخليك تعمل تقريبا اي دي ار ايفيشن. انا مش فاكر والله كان الاو اس سي بي بتعمل ايه، فتعال ندخل مع بعض نشوف الاو اس بي. او اس بي واو اس سي بي الاثنين من شركه اسمها اوفنسيف سكيورتي، ودي من احسن الشركات اللي بتعمل او اس بي انا اسف تمام. او اس بي كانت بتعمل ايه؟ او اس بي او اس اي بي كانت ايفيشن تكنيك صح كده. شفتوا انظمه الفيروس اللي هو الانتي فيروس زي افيرا وكل الكلام ده، بتخليك تعمل لها اي دي ار ايفيشن تمام. زي اي دي ار ايفيشن. تعال نرجع تاني، كنا فين؟
تمام. يعني انتي فيروس ما يكتشفش المالور اللي انت عامله، او ما يكتشفكش وانت جوه الابلكيشن. تمام. بعد ما تعمل مالور ابلكيشن او تروجن تبعته، ازاي ما يكتشفش الايه يضحك على الاي دي ار ويعملوا ايفيشن ويتخطاه. تمام. هتلاقي بقى بعد كده حاجه اسمها او اس سي دي. الاو اس سي دي برضو تبع اوفنسيف سكيورتي، شيفت اوفنسيف سكيورتي. هتبقى حاجه اسمها اكسبلويت ديفلوبمنت. تبدا مثلا لو انت دخلت على ويندوز، تدخل على ويندوز تفتح اي ابلكيشن عندك في ويندوز من اللي هم بيتثبتوا مع ويندوز، تلاقي فيها ثغره تعمل لها حاجه اسمها اكسبلويت ديفلوب، يعني تبدا تديفلوب او تبدا تطور اكسبلويت ليها، استغلال ليها. تمام. زي الزيرو داي وحاجات تانية. فدي مستويات ادفانسد جدا يعني. تمام. انت خلاص كده بقيت ريد تيمر يعني. خلاص بقيت ريد تيمر وش. البيتيشن تيستر بقى، لو انت مثلا حابب تكمل بيتيشن تيستر، وما اظنش ان حد حابب هكمل حاجه شبه كده، بتفتح شهادات حاجه زي او اس دبليو اي. او اس دبليو دي ادفانسد ويب ابلكيشن برضو، بس ادفانسد اكتر من اي ويب تاكس، من شركه تبع اوفنسيف سكيورتي. يعني اوفنسيف سكيورتي تقيله جدا. اوفنسيف سكيورتي شركه يعني فاهم، من اتقل الشركات في السكيورتي عامه يعني. تمام. بتشوف بقى شهادات تانية زي مثلا وليكن اظن او اس دبليو اي. ممكن مثلا او اس سي دي برضو تبقى ايه اوفنسيف ديفلوبمنت برضو. تمام. او تتعلم حاجه اسمها مالوير ديفلوبمنت. تمام. مالوير ديفلوبمنت. ماشي. ديفلوبمنت هدي. تمام. لو انت حابب تكمل يعني في كابيتيشن تيستر، مالوير ديفلوبمنت. شفت المالوير بدل ما تعملوا اناليسيس، لا انت اللي تطوره بقى عشان توصل لحته الاكسبلويت ديفلوبمنت دي. تمام. او الليدريفيشن، انا اسف. تعمل المالوير بتاعك وتبعته بحيث ان مفيش حد يكتشفه خالص يعني. تمام. الويب ابلكيشن يا شباب من اهم الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في حياتك وانت بتست. عاوزك تتعلم قبل ما تخش على الويب ابلكيشن، تتعلم ازاي الويب ابلكيشن بيتبني ب اتش تي ام ال وسي اس جافا سكريبت. بس ده في الفرونت اند. في الباك اند تشوف لك لغه واحده زي جافا سكريبت برضو في الباك اند، او بي اتش بي او بايثون. اي لغه تقدر تبني بيها باك. ليه؟ لان انا مثلا يا شباب لما ادخل هنا مثلا، هيبدا تدخل مثلا في شركه مثلا، يقول لك والله احنا عندنا الكود ده، الحته بتاعت الاوثنتيكيشن مثلا، هتلاقي الراوتس مثلا الاوثنتيكيشن دي تعمل لي تيست عليها، شوف هل لو الهاكر قدر يتست عليها ولا لا، هل الهاكر يقدر يطلع منها ثغره او لا. تمام. انت تقدر تيست عليها. هل لو انت عارف مش عارف يعني ايه جافا سكريبت، هتقدر تيست عليها؟ لا. يقول لك روح بقى، طب ما انت مش هتعرف تيست عليها. فحاجه شبه كده لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف وكويس قوي. تمام. لان كان في حاجه نسيت اقولها برضو، حته البلاك بوكس والوايت بوكس. يعني اخر حاجه بقى، انا اسف عشان ما اطولش عليكم. البلاك بوكس والوايت بوكس. تمام. البلاك بوكس ده الاتاكر من شايف السيرفيس من بره، او شايف الويب ابلكيشن من بره كده. تمام. شايف واجهه، يقدر يضيف زراير، يشوف صفحات وهكذا يعني، ويتست على الحاجات اللي هو شايفها دي، يطلع منها ثغره. الوايت بوكس بيبقى له اكسس على كل حاجه في الشركه. زي ايه؟ زي الكود ده، يقدر يتست على الكود، يشوف الكود ده مثلا، الكود ده هل في ممكن اطلع مثلا على السيرفر هنا، هل ممكن اطلع ثغره من هنا او لا. سيرفيس، البروفايل سيرفيس، الاوثنتيكيشن سيرفيس مثلا، هل هنا بيتشيك على الايميل والباسورد بس، ولا بيتشيك على الايميل بس؟ لو بيتشيك على الايميل بس ادي ثغره. مثلا مش بيعمل هاش للباسورد، دي ثغره. تمام. هل الاتاك يقدر يستغلها؟ لو قدر يستغلها، طب ما تستغلها انت من ناحيه البلاك بوكس. ماشي. وهكذا يعني. ده الفرق ما بين البلاك بوكس والوايت بوكس. نرجع تاني للرود ماب. الرود ماب دي هسيبها لك برضو. تمام. تمام. دي بالنسبه للرود ماب كاوفنسيف سكيورتي. انما زي ما قلت لك في الاول، لو انت سوك او انت اي حاجه تانية، مش هقدر افيدك صراحه، لان انا اوفنسيف سكيورتي مش ديفensive سكيورتي. تمام. وكده تكون السيشن خلاص كده على ما اظن يعني. يا رب مفيش ناس يكونش نسينا حاجه يعني. بس كده خلاص كده. اول سيشن والانترودكشن كده خلاص خلصت، وحاجات دي اتكررت تاني. تمام. حاجات تقيله يعني. ما علينا. حد عنده اي استفسار؟ بس ماشي. كده ايه كده. ايه السيشن الجايه مش عارف ده، بس ممكن تكون النهارده كام، واحد ستة، ممكن تكون الاسبوع الجاي يعني، ممكن تكون يوم الجمعه او السبت الجاي. اعرفكم على التليجرام يعني. تمام. هسيب لكم بقى الايه الفايل ده والرود ماب، صفحه بتاع الرود ماب هسيبها لكم. هبعتها لكم هنا على الديسكورد. تمام. ماشي. مع السلامه.